بمقطع النهارده هعرفكم فيه على الجانب المظلم من الهند، وازاي فيها تفرقة كبيرة جدا بالحالة الاجتماعية والمادية ما بين الناس، واللي بتوصل في بعض الأحيان للجرائم ده، وغير كمان كمية حالات الرشوة الفظيعة اللي موجودة هناك. فعلشان كده هكلمكم النهارده عن أقذر أسرة موجودة بالهند، ومش هتصدق بالنهاية عملوا ايه، علشان أقول لكم في بداية المقطع إنهم أقذر أسرة موجودة هناك. فلو حابب تعرف ايه اللي حصل وليه بقول عنهم كده، فخليك معايا لآخر المقطع. السلام عليكم، ويلكم باك تو شانل، معكم دراكسلر، رجعت لكم بفيديو جديد. وطبعا انتوا مش مصدقين ان في مقطع نزل هنا بالسرعه دي، ولسه نازل مقطع امبارح او اول امبارح. بصراحه انا اكتر من مره وعدتكم ان انا هنزل فيديوهات كتيره، لكن كل مره ما كنتش بنفذ الوعد ده. لكن اوعدكم المره دي حقيقي هي اللي احنا هنستمر فيها، لاننا بجد محتاجين نوصل للمليون مشترك في اسرع وقت. وبالمناسبه قبل ما ابدا، في مقطع نزلته من كام يوم على القناه، وواضح كده ان اليوتيوب ما بعتهوش ليكم لانه كان محتوى مختلف شويه، لكن بجد المقطع هيعجبكم، فهسيبه لكم في اخر الفيديو. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه او النسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها بمكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. أقذر أسرة هندية ممكن تشوفها بحياتك. القصة كلها تبدأ من حوالي 30 سنة بالهند، لما كان في شاب اسمه سكويندر سينج، واللي ده كان محترف بطريقة كبيرة جدا في لعبة مشهورة في الهند اسمها كاباداي. ومش هعرف اشرحها لكم لان اللعبة دي معقدة شوية، لكن ده شكلها. والحاجة الغريبة لما كنت بدور عليها اكتشفت انها موجودة في مصر وليها بطولة كمان. لكن المهم ملناش دعوة بالحاجات دي، وتعالوا نرجع لقصتنا من تاني. سكويندر ده بسبب ان هو كان محترف في اللعبة، فكان في كتير من الاحيان بيروح اماكن مختلفة بالهند علشان يلعب فيها مباريات زي كده، واللي كان تقدروا تقولوا انها كانت تعتبر مصدر دخله، لانه كان بعد ما بيخلص لعب ويفوز كان بياخد فلوس كتيرة. ففي يوم بعد ما خلص لعب المباراة بتاعته، قرر ان هو يخرج ويقف في مكان يستنى فيه حاجة اسمها الريكشو، واللي دي صورتها علشان يركبها ويروح للبيت بتاعه. فالمهم اثناء ما كان واقف هناك هو مجموعة من صحابه بيدخلوا عليه 3 بنات، منهم بنتين كبار جدا بالسن، لكن البنت التالتة اللي معاهم كانت صغيرة شوية. ولما قربت من المكان اللي بيقف فيه الريكشو واللي كان موجود فيه سكويندر بيشوفها وبيلاحظ انها بنت جميلة جدا على حسب وصفه ليها، وبيقفوا هناك شوية لغاية ما بيجي الريكشو واللي البنات بتركب فيه في المكان الاساسي، والشباب ومن ضمنهم سكويندر بيركبوا فيه من ورا بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. لكن الغريب اثناء ما كانوا في الطريق، سكويندر لاحظ ان البنت اللي كان بيبص عليها اللي كانت جاية مع البنتين التانيين عمالة تبص عليه كل شوية، وكمان تبتسم له وهو كان بيبتسم لها. وبيفضلوا ماشيين في الطريق لغاية ما الريكشو ده بيوقف عند البيت بتاع سكويندر بالظبط، والبنت اللي كانت معاه بتشوف البيت بتاعه ده، حتى بعد ما بينزل بتبتسم له ابتسامة كبيرة جدا، وكان واضح عليها كده انها معجبة بيه شوية. فالمهم بيروح سكويندر عادي وبيكمل يومه في البيت بتاعه، لغاية ما بعدها بكام ساعة بالظبط بيسمع صوت بنات بيطلبوا المساعدة من بره البيت بتاعه، واللي على طول بيسيب اللي في ايده وبيخرج علشان يشوفهم. فبيشوف مين؟ بنتين معاهم سكوتر مش راضي يشتغل، ومن ضمن البنتين دول مين؟ البنت اللي كانت طول الطريق عماله تبتسم له ومعجبه بيه، وهو كان معجب بيها. فبيروح ليهم ويحاول يصلح لهم السكوتر، واللي بالمناسبه ما كانش بايظ ولا اي حاجه لان سكويندر صلحه في ثواني. فاثناء ما كان بيصلح لهم في السكوتر ابتدى ان هو يتكلم معاها ويسالها عن اسمها، واللي ردت عليه بكل بساطه وقالت له ان اسمي جاسونيندر كاور، وقالت له الناس كلها بتنده عليا باسم جيسي. واللي هو كمان رد عليها وقال لها اسمه وكمان اسم الدلع بتاعه واللي هو ميتسو. فالمهم احفظوا الاسماء دي لانها اسماء سهله، جيسي وميتسو، بدل الاسماء الصعبه اللي احنا بنقولها من الصبح. والفكره اثناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض كانت البنت اللي معاهم هي اللي بتترجم له الكلام، لان جيسي دي كانت بتتكلم انجليزي، ما تعرفش تتكلم هندي اصلا، وهعرفكم ليه بعد شويه هي بتتكلم انجليزي بس. وبرغم ان جيسي كانت بتتكلم لغه غير اللغه بتاعته، لكنها حبت الكلام معاه، واتفقوا انهم هيتقابلوا تاني يوم بمدينه تانية اسمها جاجروان. وبالفعل ده هيحصل، ويفضلوا يتكلموا مع بعض بطريقه كبيره، ده لدرجه ان هم هيبقوا اصحاب. وجيسي في الوقت ده كان عندها 19 سنه، انما ميتسو كان عنده 22 سنه، وهو كان من اسره متوسطه معتمده في دخلها على الزراعه، وحتى ما كانش بيكمل تعليمه. لكن جيسي دي كانت من اسره غنيه بطريقه كبيره جدا، واسرتها دي عايشه في كندا من اول ما هي انولدت، فعلشان كده كانت بتتكلم انجليزي. وفاكرين اليوم اللي كانت ماشيه فيه مع بنتين كبار بالسن دول يا جماعه؟ عمتها وامها اسمها ماركيت، وافتكروا اسمها كويس. وبالمناسبه سر غناء اسرتهم كله مش في ابوها وامها، لا بالعكس، ده في عمها اللي هو اخو امها، لانه كان شخص غني جدا، وهو اللي بيدي الفلوس لامها وابوها يصرفوا عليها ويشغلوا الشركات بتاعته اللي كانت موجوده في كندا، واسمه سوجيت.
وافتكروا اسمه برضه كويس لان احنا هنحتاجه في القصه. جيسي وميتسو فضلوا يتقابلوا كل يوم، وكان واضح جدا ان في اعجاب كبير ما بينهم، ده لدرجه ان في يوم اهلها خلاص خلصوا الاجازه وكانوا راجعين لكندا، وطبيعي هياخدوها معاهم. فجيسي في اليوم ده راحت لميتسو وابتدت تبكي وكانت زعلانه، وحضنت له وقالت له ان ان شاء الله هشوفك قريب. لكنها ما اكتفتش بكل ده، بل بالعكس رجعت للبيت بتاعها ومسكت الباسبور دسته او قطعته اصلا، وقالت لاهلها ان هو ضاع منها، وكل ده علشان تتاخر اكتر بالهند. وبالفعل اهلها سافروا لكندا وقالوا لها خلاص هنخلص الباسبور وهنبعته ليكي. وفضلت في الهند لاكتر من 15 يوم، وطول الايام دي كانوا بيتقابلوا من وقت للتاني من غير ما اي حد يشوفهم، لغايه ما الباسبور خلاص بيطلع وبترجع لكندا. وبرغم سفرها من كندا الى انهم ما بطلوش تواصل مع بعض، ده بالعكس كانت بتبعت له رسائل بشكل يومي وهو كمان يبعت لها. وفي الوقت ده اصلا ميتسو ما كانش عنده موبايل، فكان بيروح لمدينه تانية في وقت معين علشان عارف ان جيسي كانت هتتصل عليه في الوقت ده وتكلمه. وفضلوا على الحال ده لاكتر من سنه. وبالمناسبه موقف كده غريب، في البدايه لما كانت بتبعت له رسائل هي ما كانتش بتعرف تتكلم هندي، كانت بتبعت له رسائل بالانجليزي وهو كمان ما بيعرفش انجليزي، فكان هو بيترجم الرسائل من عند واحد صاحبه وهي بتترجم الرسائل عند واحده صاحبتها في كندا، لغايه ما قررت علشانه اثناء ما كانت بكندا انها تتعلم اللغه الهنديه، وتعلمتها في وقت قصير جدا. وبعد سنه من التواصل المستمر ما بينهم في سنه 1999 جيسي رجعت الهند علشان تاخد اجازه، لكن اهلها كانوا عاوزين يجوزوها لشاب من قرايب، بس هي كانت بترفض وتقول لهم مش عاوزه اتجوز خالص. وفي الوقت ده هم ما كانوش يعرفوا بقصه حبها مع ميتسو، فهي كانت عايزه تكلم اي حد في الموضوع، وما لقيتش غير واحده بس هي اللي ممكن تثق فيها وبتحبها، وهي عمتها اللي كانت معاها في بدايه القصه. راحت حكيت لها على كل حاجه، وعمتها دي اتعاطفت معاها واقترحت عليها اقتراح وقالت لها انت حرفيا لو اتجوزت ميتسو في السر من غير ما هم يعرفوا، هم خلاص هيتحطوا في الامر الواقع وما هيكونش قدامهم اي حاجه يعملوها غير ان هم يفرحوا بيكي. فبالفعل في 15 مارس سنة 1999 بيروحوا هما الاتنين لمعبد وبيتجوزوا بالسر من غير ما أي حد من أهلها هي يعرف. وقعدت فترة بالهند لغاية ما سافرت تاني، لكن قبل ما تسافر راحت لميتسو وقالت له أوعدك إني هرجع بأقرب وقت ممكن. وبندخل في الوقت ده في سنة 2000، وبيبتدي خبر زواج ميتسو من جيسي إن هو يتسرب من ناس معينة من اللي شافوا الفرح. لمين؟ لأهل جيسي. واللي اهل جيسي بمجرد ما عرفوا على طول راحوا قالوا لابو وام جيسي برضه، واللي كلهم اتعصبوا بشكل كبير من اللي حصل ده لدرجه انهم حبسوا جيسي في الاوضه وما كانوش بيخرجوها وبيضربوها بشكل يومي، كانوا بيقولوا لها مش هنرجعك الهند تاني. وعلى الناحيه التانيه ميتسو فكان كل يوم بيجي له تهديدات من اسرتها بالضرب وبالقتل، ولما ما نفعتش معاه التهديدات دي علشان يطلقها فكانوا يا جماعه بيغروه بانهم يقولوا له هنديك مبالغ خياليه في مقابل ان انت تطلقها او اراضي لاهلك وليك. لكن ميتسو فضل مصر على رأيه وقال ليهم أنا مستحيل أطلقها لأني بحبها. وبيفضل الحال ده مستمر لفترة كبيرة، وهم الاتنين ما كانش هاممهم أي حد حتى لو كانت كل الضغوطات دي موجودة عليهم، لأنهم هم الاتنين زي ما قلت لكم كانوا بيحبوا بعض. لغاية ما بتحصل كده حاجة غريبة ومش منطقية شوية، وهي أم جيسي بتروح لبنتها وتقول لها خلاص يا بنتي اللي حصل حصل وإحنا مش هنعرف نغير الواقع، لكن ما ينفعش يكون زوجك قاعد في الهند والناس تتأكد إن هو زوجك فعلا. فقالت لها أفضل حل إن هو يجي هنا كندا ويعيش معاكي وتقضي حياتكم كلها بكندا في السر علشان محدش يأذيكم. ففي الوقت ده جيسي كانت طايره من الفرحه وما كانتش مصدقه، وانبسطت باللي عملته امها ليها ده، وحتى امها جابت لها ورق وقالت لها امضي عليه ويثبت انك خلاص اتجوزت من ميتسو وهنوديه للسفاره علشان يجيبوه هنا ويقعد معاكي في كندا. وطبعا انتوا اكيد في الوقت ده متخيلين ردة فعل ميتسو ان هو كان مبسوط بطريقه كبيره، لكن مش هو ده اللي حصل. ميتسو اصلا في الوقت ده انسجن. ليه؟ فاكرين الورق اللي ام جيسي مضتها عليه على اساس ان هم هيجيبوا لي هيقعد معاها في كندا؟ ده ما كانش كده، بل بالعكس ده كان بلاغ للشرطه الهنديه من جيسي ان ميتسو ده اتجوزها غصب عنها وهي رجعت كندا لانه كان بيهددها وبيقول لها ان هو هيخطفها. وكل ده مين اللي كان عامله؟ ام جيسي من غير ما تعرفها. وفي الوقت ده ميتسو اصلا كان قاعد في السجن وكان بيتعرض لكميه ضرب غير طبيعيه من الرشاوي اللي كانوا بيقدموها اهل جيسي علشان المساجين يضربوه ويخلوه يطلقها برضه. لكن جيسي عرفت ان كل ده حصل ازاي لحظة ان ميتسو ده ما بقاش يكلمها ولا يرن عليها ولا حتى يبعت لها رسائل لفترة كبيرة، فقررت انها تتصل على الهند وتعرف من صحابها ايه اللي حصل له واللي بيقولوا لها ان ميتسو ده اصلا انسجن. وبعدها بكم يوم ميتسو اصلا بيتصل عليها من السجن ويقول لها طالما انت ما كنتش بتحبيني ليه اتجوزتيني؟ فراحت ردت عليه وقالت له كل اللي حصل معاها بالظبط، وقالت لها ان هي ملهاش ذنب في كل ده ولا حتى قررت انها تعمله. والمشكلة كمان انهم مراقبينها في البيت وما كانوش عاوزين يخرجوها نهائيا. لكن الموضوع مش هيطول
لان في يوم بتيجي فرصه لجيسي انها تهرب من البيت، وبالفعل بتعمل كده وبتطلع على الهند وبتروح للمحكمه وبتعترف لهم بكل اللي حصل معاها وانها ما كانتش مجبره من زواجها من ميتسو، واللي المحكمه بدورها بتطلع ميتسو. وجيسي دي بتفضل معاه في الهند، فبياخدها ويروح بيها على بيت محدش يعرفه واللي هو بيت اهل امه. وجيسي في الوقت ده قالت له انا مستحيل ارجع تاني لاهلي. فالمهم بتعدي الايام لغايه ما بيجي اتصال من كندا لجيسي، وبيكون مين اللي بيتصل عليها؟ وهي امها، واللي بتقول لها ليه يا بنتي عملت كده وسبتينا وهربت؟ احنا كنا خايفين على مصلحتك، لكن طالما انت فعلا المره دي حابه كده وحابه انك تعيشي مع ميتسو فبراحتك، افضلي قاعده معاه هناك وما تعمليش اي حاجه، وكمان لازم تعملي فرح، لكن مش هيكون في كندا ولا احنا اللي هنعمله لك، انت اعمليه في اي مكان تحبيه انت وميتسو، وبجد انا مش زعلانه منك، انا شكلي كده ظلمتك. فجيسي بتنبسط بطريقه رهيبه في الوقت ده وما كانتش مصدقه ان امها خلاص رضت على زواجها من ميتسو. فبتعدي الايام واهل ميتسو بيحددوا اليوم بتاع الجواز الرئيسي بتاعهم واللي الناس كلها هتعرفه، واللي قبل الزواج ب4 ايام بالظبط جيسي راحت وقالت لميتسو انها عاوزه تخرج علشان تشتري حاجات ليها تبع الفرح. فميتسو على طول اصلا رفض لانه في الوقت ده برضه كان خايف عليها وما كانش مصدق اهلها ولا طريقه اصلا كلامهم. فلما ميتسو يا جماعه بيرفض لها طلبها بتزعل وهو بيحس بتأنيب الضمير، فبيقرر ان هو يوافق، لكن هو ايه اللي هيخرج معاها في اليوم ده. وبالفعل خرجوا هما الاتنين مع بعض وراحوا يشتروا الحاجات اللي هما عايزينها، وابتدى الليل ان هو يجي، لكن جيسي وميتسو لسه لغايه الوقت ده ما رجعوش. فقرروا اهل ميتسو انهم يتصلوا على الشرطه لانه اتاخر بطريقه كبيره، واللي بتفضل الشرطه تدور عليهم هم الاثنين في كل مكان، وخصوصا كانوا مهتمين بيهم لان جيسي دي كانت من جنسيه كنديه. فبيعدي الوقت لغايه ما الشرطه بتلاقي مين؟ ميتسو، بس كان موجود في المستشفى لانهم لقوه واقع على الارض ومتعرض لكميه ضرب غير طبيعيه ومغمى عليه، وكمان كان في بعض الطعنات في جسمه لكن ما كانتش مميته. فبيتعالج في المستشفى في نفس اليوم ده وبيرجع لوعيه، واللي بمجرد ما بيصحى على طول بيقول لهم فين جيسي. في الوقت ده اصلا الشرطه ما كانتش لاقيه جيسي، لكننا بنعرف من ميتسو ايه اللي حصل بالظبط. بعد ما خرجوا هما الاثنين راحوا للسوق وابتدوا يشتروا كل الحاجات اللي كانت عاوزاها جيسي، وبعدها قرروا ان هما يروحوا مطعم وياكلوا مع بعض، وبعدين خدوا بعضهم وقرروا ان هما يرجعوا للبيت. لكن الغريب ان السكوتر بتاع ميتسو كان بيتعطل كل شويه، فراح بيه عند ميكانيكي صلحه، وبعدين ابتدى ان هو يمشي في الطريق، وكان ملاحظ ان في عربيه ماشيه وراهم من اول ما راحوا عند الميكانيكي بالظبط. واثناء ما وصلوا لحته كده يعتبر ما فيهاش عربيات كتير ولا حدش بيروح ويجي فيها، فالعربيه اللي كانت وراهم دي سرعت بشكل غير طبيعي وقفت قدامهم بالظبط. فبمجرد ما ميتسو وصل لها كان بيبص كده ما كانش شايف حد لان الكشاف عالي، لكن فجأة بينزل من العربية كمية ناس كبيرة جدا وكلهم بيبتدوا ان هم يضربوا فيه وعملوا فيه اللي حصل له ده، وبعدين اخدوا جيسي وهربوا. وهم اصلا كانوا فاكرين انهم قتلوه، لكن ما عرفوش ان ميتسو في الوقت ده اصلا هو اغمى عليه بس الغريب ان في تاني يوم الشرطة هتلاقي مين؟ هتلاقي جيسي، لكنها كانت ميتة وموجود على جسمها كمية آثار ضرب كبيرة جدا وكمان طعنات زي اللي كانت حاصلة في ميتسو ده. وغير كده لما الطب الشرعي حلل اكتشف انها ماتت عن طريق الخنق، لكن الشرطه ما كانتش عارفه مين السبب ورا كل ده، وبدات انها تمسك كل المجرمين اللي ممكن يعملوا حاجه زي كده وانهم يقتلوا شخص او يكون ليهم علاقه بالجريمه. وبالفعل قدروا انهم يمسكوا 2 ليهم علاقه بالجريمه، والاتنين دول من اول قلم اعترفوا على كل حاجه وقالوا انهم هم اللي عملوا كده في جيسي وميتسو، واللي خلاهم يعملوا كده هو مجرم اسمه انيل كومار، وده زعيم العصابه اصلا اللي جمعهم علشان يخطفوا ميتسو ويقتلوا جيسي. واللي لما ضغطوا على انيل كومار ده اكتشفوا ان اصلا اللي خلاه يعمل كده هو ضابط اسمه جوجندر، ولما سالوه مين اللي قال لك انت كمان تعمل كده قال لهم واحد اسمه داران، وده مين؟ اخو ام جيسي الثاني واللي يعتبر عمها الاصغر، واللي خلاه يعمل كده هو العم سوجيت اللي قلت لكم ركزوا مع اسمه في بدايه القصه، واللي هو الشخص الغني والكبير جدا في الاسره دي. وبنعرف بعد كل ده ان المسؤولين عن الجريمه دي هم عم وام جيسي، لكن برضه مش عارفين ليه هي اصلا جيسي اتقتلت طالما عمها وامها هم اللي اخدوها. بس انا هعرفكم كل حاجه اللي حصل يا جماعه بكل بساطه. بعد ما هم الاثنين اتخطفوا وكانوا فاكرين ان ميتسو ده خلاص اتقتل، العصابه اخدت جيسي لمكان فاضي كده وقعدوها فيه، والعصابه الاغبياء بمجرد ما جيسي دي اصلا صحيت من الاغماء اللي هي كانت فيه قالوا لها انهم قتلوا حبيبها ميتسو، فعلى طول اتجنت وابتدت تخاف وتصرخ. فبيجي اتصال للعصابه من مين؟ من ام جيسي، واللي على طول بتروح وتكلم جيسي وتقول لها خلاص يا بنتي انت عملت
عملت غلطه واحنا مسؤولين عن تصليحها وخلاص انهينا كل حاجه، فاهدي شويه ويلا بينا نرجع على كندا كاننا ما عملناش اي حاجه. وعمها في الوقت ده برضه كان بيكلمها ويقول لها نفس الكلام، لكنها كانت مصدومه من اللي حصل وفضلت تصرخ فيهم وقالت لهم انها هتبلغ عنهم الشرطه بمجرد ما تخرج. فالام اتعصبت جدا وقفلت التليفون في وشها، وبعدين اتصلت بعد شويه وقالت لها اهدي وكده، لكن فضلت جيسي مصره على الراي بتاعها انها هتقول للشرطه بمجرد ما تخرج، وكانت مصدومه. فالام اتصلت على العصابه وقالت لهم اضربوا جيسي ضرب وتقولوا لها لو رحت بلغت الشرطه هنقتلك علشان ممكن تخاف. لكنهم بعد ما عملوا فيها كل ده برضه ما خافتش بسبب انها كانت بتحب ميتسو. فبيتصلوا العصابه على الام وبيحكوا لها اللي حصل، فالام وعمها بيقولوا لها ما قدامناش حل غير انكم تقتلوها، لانها فعلا لو خرجت كده احنا كلنا هننسجن ومش هنخرج تاني. فبالفعل العصابه دي ابتدت تهجم عليها، وقبل ما يقتلوها على فكره اعتدوا عليها اصلا، وبعدين قتلوها عن طريق الخنق. فعلى طول بعد ما الشرطه بتكتشف كل ده بتقبض على اكتر من 12 شخص كانوا مسؤولين عن الجريمه دي، رجاله العصابه وعمها والضابط والمجرم ده. وكمان برضه بعتت الشرطه الهنديه بلاغ لكندا بالقبض على عمها وامها، واللي الحكومه الكنديه حولتهم من كندا للهند بعد نضال طويل جدا. على فكره كلهم انسجنوا باحكام مختلفه، لكن العم والام اتحكم عليهم بالسجن لاكتر من 30 سنه. لكن الحاجه الغريبه جدا في الموضوع واللي جننتني وهي ان ميتسو بعد ما فاق من المستشفى واستعاد وعيه الشرطه اخدته وحطته في السجن. ليه؟ بجرائم كتيره جدا ملهاش اي علاقه وكلها وهميه، زي ان هو كان معاه سلاح وبيتاجر في المخدرات واعتدى على بنت، والبنت دي اصلا بعد 5 سنين اكتشفوا انها ليها علاقه باسره جيسي وهم اللي باعتينها، لكن برضه الشرطه ما عملتش اي حاجه ومازال ميتسو ده لغايه وقتنا في السجن. والاغرب كمان ان اسره جيسي والعصابه دي كلها اللي كانت مسؤوله عن القتل والخطف بتاعهم كلهم خرجوا واحد ورا التاني بالرشاوي وبالكفاله، حتى عم وام جيسي. ففي النهايه اتمنى رب يكون المقطع عجبك، ولو انت فعلا بتحب المقاطع اللي زي كده ادخل على البلاي ليست دي واللي هتلاقي فيديوهات فيها قديمه وجديده جامده جدا.